ومساء الخير الكبيدات، رجعت لكم ان شاء الله فيديو جديد نشارك معكم حريشه اللي كنديرها دائما، حريشه سهله ماهله بداكشي اللي متوفر عندكم في المنزل ديالكم. هنا عندنا نص كيلو ديال السميده رقيقه ديال الحلوى، هنا عندنا ربعه ديال الغليظه هذه غير التزيين، قبيصه ديال الملحه غادي نديروها دابا بسم الله، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت ما عامريتش، جوج خمارات حمرين ولا ايديال اللي عندكم، الزا ولا ايديال عفوا، وعندي هنا فانيا واللبن البلدي العادي اولا اللبن ديال الحانوت اللي عندكم متوفر. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. درنا المليحه، كاس ديال السكر ما عامرش، كديروا كلشي في خطره، كاس ديال الزيت، الفانيا، نبسبسوا الكل بسم الله توكلنا على الله. هكا غنبداو نزيدو في اللبن بالتدريج حتى نحصلوا على خليط لي سائل ديال الحرشه، وعاد نزيدو في التالي جوج خمارات. بعد ما خلطنا الكل باللبن زدنا دوك جوج خمارات حتى الاخر كيكون الخليط بهذا الشكل، على شكل خليط ديال الكيك. غادي المقيله ديالي عادي ديال المسمن، يا اما دهنوها بالزبده يا اما بالزيت، انا عندي غير الزيت درتها بالزيت، وغادي نرشوا عليها السميده الغليظه ونصبوا الخليط ونرشوه من الفوق كذا. كترشوا مزيان ديال المقله بالسميده الغليظه ديال الكسكسو ماشي بالرقيقه، ها هي كتبان لكم مزيان هكا. صافي نصبوا الخليط ونعاودوا نرشوه من الفوق. من بعد ما صبيت الخليط ديالي كتقادوه مزيان، كترشوه عاود بسميده غليظه من الفوق. دابا غادي ندخلها للفران ومن يطيب نرجع نوريكم الشكل النهائي ديالها. بداية هذه الحريشه ديالي من بعد ما طابت كتجي رائعه وهشيشه. يلا خرجتها من الفران وبمقادير اللي موجودين عندك في الدار، وباللبن البلدي اللي كيكون يكون غير حماض عندكم في الثلاجه، كتجي رائعه ومشقه ما شاء الله، رطبه وهشيشه. انا قطعتها معكم ولكن راه باقا سخونه بزاف غير باش نوريها لكم شحال كتجي هشيشه. شفتوا كيفاش كتجي رائعه وهشيشه، وبالصحه والراحه. جربوها في الكوتي العشيه وردوا عليا الخبر.